فلقى تي شيرت راح جايبه وماضي له عليه. قلت له طب ما قلتليش. يعني تامر بصراحه في كل الافلام اللي بيعملها بيعرض عليها حاجات. طول الوقت انا بقعد افكر في افكار جديده. تامر حسني عمل عملية استئصال جزء من كليته، تقول له ايه؟ اقول له الف سلام عليك وباذن الله هيرجع وهيبقى احسن من الاول بكتير جدا. تامر قوي وتامر بطل وربنا يشفيه، وانا واثق في ربنا ان كل حاجه هتبقى زي الفل باذن الله، لان تامر واصل له دعواتكم كلها، وباذن الله باذن الله باذن الله يعني كل حاجه هتعدي كان لم تكن. يعني معروف ان تامر حسني بياخد حاجة صحابه ويديها للجمهور، حصل معاك حاجة شبه كده؟ لا تامر زمان واحنا زمان. قول لنا كده، احكي لنا. لا ولا حاجه، هو زمان بس واحنا يعني كنا لما بنسافر بره مصر كنا بنقعد لغايه دلوقتي بنقعد مع بعض. ففي مره كده لقيت حد من الجمهور طالع ولابس تي شيرت بحبه قوي، فقلت له انت جبته منين؟ قال لي تامر اداهوني. قلت له تامر اداهولك؟ فتحت الدولاب، هو دولابي انا وتامر واحد يعني، فلقى تي شيرت راح جايبه وماضي له عليه. قلت له طب ما قلتليش؟ قال احمد احنا كل اللي احنا فيه من الناس. يعني هو ده الموقف، بس يعني في الاخر تامر عنده حق، لان احنا كل النجاح اللي احنا فيه بسبب الناس، من غير الناس مفيش نجاح. عملت مسلسل لقينا فيه موهبة تمثيل خارقة، تامر حسني انت علاقتك بيه قوية جدا، ليه ما طلعكش معاه في دور كبير يبرز احمد عصام ويديله انطلاقة كبيرة؟ بص هقول لك على حاجه، حته التمثيل دي ده توفيق بتاع ربنا. يعني تامر بصراحه في كل الافلام اللي بيعملها بيعرض عليها حاجات، بس اهم حاجه ان الحاجه دي تناسبني. يعني الفكره كلها ان تناسبك. انا ما بعرفش اعمل حاجه وخلاص، يعني لازم اعمل حاجه اكون انا حاسس ان انا مبسوط فيها، حتى لو حاجه شر زي الحاجات اللي عملتها. فانا بحب ان انا حابب ده. يمكن الادوار اللي اتعرضت عليا مش تامر بس، في حاجات كتير ما لقيتش نفسي فيها، اول ما بلاقي نفسي في حاجه بدخل اعملها فورا. قول لنا ايه قصة التيشيرتات اللي اترمت على الجمهور وعرضت الفكرة ازاي على عمرو دياب في حفلة الساحل؟ والله طول الوقت انا بقعد افكر في افكار جديده، فانا كان في الافكار. يعني انا بحس ان الهيرو هو الفكره مش البرودكت، فانا كنت بقعد افكر على طول، افكر اعمل لعمرو جديد، اعمل لتامر جديد، اعمل الشو بتاعي ايه جديد. فبقعد افكر، فجات لي فكره التي شيرتس وقلتها الهضبه، قلت له ايه رايك كذا كذا؟ قال لي فورا يلا نعمل ده، فعملنا ده. مهم قوي ان الناس اللي بتكون بنشتغل مع بعض يكون في حب وفي ثقه، فما بيبقى في حب وفي ثقه بيحصل النجاح اللي انتوا بتشوفوه الحمد لله. ممكن تكررها مع مغني تاني نفس الفكرة؟ لا بحاول ان انا كل حد يبقى ليه حاجه، يعني بحاول ده طول عمري حتى من زمان جدا، وانا بحاول. حتى منير كنت بعمل له وسط الدايره فاعمل فايروركس بتلف دواير، احمر شفايف اعمل سموك لونه احمر. مع تامر حسني هتلاقيني بعمل حاجه تانية، يعني حتى عشان يبقى الشكل مختلف. طب مين ممثل نفسك تشتغل معاه؟ اكيد كل الناس، احنا مصر مليانه مواهب غير طبيعيه، الواحد يتشرف باي حد. كل الناس اللي بتمثل انت شايفه الوطن العربي كله مصريين، والله اصل كلهم صحابي. هقول لك مين؟ كل الناس صحابي بصراحه، يعني دي حقيقه. اكيد شفت في فرحي كل الناس، صح؟ ده ليه؟ ما كل الناس احنا صحاب وحبايب، بتشرف باي حد يعني. لو زوجتك حبت تمثل هتدخلها المجال ولا؟ ايه المشكله؟ مفيش مشكله. التمثيل ده مهنه محترمه ومهنه مهمه جدا جدا جدا. كفايه طبعا، كفايه ان انت تكون في الاخر سبب انك تسعد الناس. ايه رايك في مهرجان ذا بيست اول سنه يتعمل في الاهرامات؟ والله مبسوط عشان دي تاني سنه على التوالي نجاح ملموس عند الناس. مبسوط ان انا بشارك في حدث زي كده، بشكر الاستاذ احمد الهواري، ومبسوط قوي ان هو بيتعمل عند الهرم عشان بحب الاهرامات قوي بصراحه. لو اخترت ما بين الفاير وركس والتمثيل هتختار ايه؟ والله انا بحب اللي بعمله، فالاثنين بالنسبه لي انا بحبهم جدا، بس زي ما انت بتقولي على حسب التوقيت تقدر تعمل ايه امتى. حدث زي المتحف المصري ما كنتش قادر ان انا في الوقت ده اكون مشغول غير بيه. حتى لو دخلت مثلت، اخترت زي طلقتك نفسي اللي انا كنت بمثلها، كنت مخلص ليها جدا. قعدت سنه كامله اصور في المسلسل واكتبه، فهي على حسب انت بتعمل ايه دلوقتي. بس انا بحب الاثنين جدا يعني.